السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا اجمل متابعين لقناتي؟ نورتوني وشرفتوني. طبعا برحب باخواتي الجداد، اتمنى قناتي تعجبكم. والنهارده بقى هعمل معاكم غدوة حلوة، اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيها في الكومنتات. النهارده هعمل صينية بطاطس كده ومعايا وركين، يعني صينية بطاطس كده حلوة، اتمنى تعجبكم. معايا هنا بصلة بشراها صغير، وحطيت عليها كام فص توم، وحطيت عليها بهارات، حطيت ملح، وحطيت كمان فلفل اسود، وحطيت عليها بهارات فراخ، وحطيت كمون وكزبره وبصل بودر وتوم بودر وشويه شطه. طبعا الشطه دي اختياري، حابه تحطيها تمام، مش حابه عادي برضو. ودي برضو انا عاملاها تتبيله للفراخ وتتبيله للبطاطس. حلوه قوي بجد الطريقه دي، يعني اللي مش مجرب الطريقه دي جربها هتعجبه، طعمها حلوه جدا. وحطيت كمان هنا شويه خل وشويه زيت، وقلبت كده كله كويس مع بعضه، البصل مع البهارات والخل والزيت. وهقسم التتبيله لجزئين، جزء هسيبه في البوله وجزء هحطه كده على جنب، هتشوفوا دلوقتي هعمل بيه ايه. حطيت هنا حبه كده، وهنا بقى معايا الوركين غسلهم كويس جدا طبعا بميه ودقيق وخل وملح وليمون. وبعد كده بقى صفيتهم كويس جدا وحطيتهم في الخلطه اللي احنا عاملينها مع بعض دي. بجد دي تتبيله للفراخ بتبقى حلوه قوي، يعني صينيه بطاطس بس اكن الفراخ بتبقى مشويه، طعمها حلو جدا. وهسيبها بقى شويه كده تتبل مع التتبيله. وهنا كان معايا يعني بطاطستين كده ومقطعاهم شرايح، ولا رفيع ولا تخين، يعني سمك متوسط. ومعايا برضو بصل جوانح وفلفل برضو مقطعاه جوانح. وقلبت كل البصل والفلفل والبطاطس مع التتبيله دي. طبعا احنا لازم نطعم البطاطس والخضار، لازم نطعموه مع نفس التتبيله بتاعه الفراخ، عشان يبقى كده كله واخد من طعم بعض وتبقى حلوه. وبعد ما قلبتها بقى كويس جدا في كلها مع بعض، هحطهم بقى في صينيه، ورصيتهم كده في الطاجن البايركس ده، واحط بقى فوقيهم الوركين والتتبيله برضو اللي فاضله من الفراخ، حطيتهم فوقيها عشان وهي بتستوي بقى يعني كله كده يطعم من طعم بعض. وكنت عامله برضو شفشق طماطم، وحطيت عليه عصير الطماطم وشويه زيت كده من الوش، عشان لما تطلع من الفرن تبقى بتلمع كده ويبقى شكلها حلو. وهدخلها بقى فرن على درجه حراره 190 او 200 لحد بقى ما تستوي. وبعد كده بقى اشغل عليها شوايه شويه تاخد لون كده بسيط، وبعد كده اطلعها من الفرن. وهنا بقى عقبال ما انا سبتها في الفرن تستوي، كنت بعمل هنا الرز بالشعريه. معايا نص كوبايه شعريه، حطيتهم على شويه زيت وسمنه وقلبت كويس جدا لحد ما الشعريه بتاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده نزلت عليهم بكوبايتين رز، واقلب كويس الشعريه مع الرز عشان الرز يبقى مفلفل. لازم الخطوه دي انك تخلي الرز يتقلب كويس مع الشعريه، الرز في الاخر بيبقى مفلفل وحلو. وهنا بقى كنت مسخنه ميه، حطيت كوبايتين ونص ميه. طبعا احنا متعودين مع بعض ان كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، ده الرز المصري، كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه ميه. فانا حطيت كوبايتين رز، حطيت كوبايتين ميه، يبقى الاجمالي كله كوبايتين ونص ميه، اللي هما كوبايتين الرز ونص كوبايه شعريه. وحطيت الملح وظبطت الحدق، وهسيبها بقى تتشرب، وهوطي بقى النار لحد ما تستوي. وهنا بقى كنت بقدم الغدا يعني، وكمان عملت شويه سلطه كده جنب الاكل. اتمنى كده فيديو النهارده يعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيه. وده كان شكل الفراخ النهائي مع البطاطس، كانت تحفه. اتمنى تجربوا الطريقه دي هتعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها في الكومنتات. والبطاطس كانت مستويه. اتمنى بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، والقاكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. مع السلامه.